جاسوس روسي في أوروبا، صار واحد من أفضل اللاعبين في إنجلترا، أندري أرشفاين. طفولته كانت صعبة، أهله كانوا منفصلين وعاش مع أمه اللي ما كانت مهتمة فيه، نام في الشارع وعانى في المدرسة، وهروبه الوحيد كان كرة القدم. لكن أبوه كان لاعب سابق وشاف موهبته فسجله في أكاديمية زينت، وفي نادي زينت أرشفين كان موهبة استثنائية، وكان أفضل لاعب وسط بالدوري، وفاز بالدوري الروسي والدوري الأوروبي، وفي يورو 2008 صار بطل في روسيا لأنه قادهم لنصف نهائي اليورو، والأندية الأوروبية اهتمت فيه ومن ضمنهم الأرسنال، بس زينت طلب فيه سعر عالي. سوق الانتقالات انتهى، ولكن ضربت عاصفة ثلجية في لندن وتم تمديد السوق، والأرسنال وقع معه في آخر 4 ثواني. أرشفين بدأ بداية نارية مع الأرسنال، وأهم لحظاته لما سجل سوبر هاتريك على ليفربول. بس عن جد كان جاسوس؟ وثائق مسربة من NSA كشفت إنه أرشفين كان معروف بكود اسمه الثعلب الأحمر، وهو مشروع من كريمنال سيرجي اللي دعمه في تدريبات في كرة القدم، وهو ساعده على أنه يوقع عقد مع زينت. وبعد ما انكشف رجع على روسيا، وبيقولوا إنه هو كثير خايف على حياته. إيش رأيكم؟ هل هو جاسوس؟